عمرك مسكت كتاب قديم قبل كده واول ما تفتحه تشم منه ريحه غريبه؟ الريحه اللي فيها هدوء وفيها عمق كانك داخل مكتبه من القرن ال19، لكن الحقيقه بقى انك بتشم تراب، ومع ذلك بتكون مبسوط جدا من الريحه دي. بس الغريبه ان في تفسير علمي بيخلي الناس فعلا تحب ريحه الكتب القديمه. بص يا سيدي، الورق معمول من مواد عضويه زي السليلوز والليجنين، ومع الوقت بقى المواد دي بتبدا تتحلل وبالتالي يطلع منها مركبات كيميائيه زي الفينول، واللي بيدي الكتب القديمه الريحه المميزه بتاعتها دي، واللي بتكون عباره عن لمسه فانيليا خفيفه وسنه خشب وشويه تراب بس معاهم بكالوريوس. انما ليه دماغك بقى بتحب الريحه دي؟ لان الريحه دي بتوصل للاشارات العصبيه اللي بتربط الحواس بالذكريات، فالدماغ بقى بيربط الريحه دي بشويه ذكريات محترمه. يعني الموضوع مش مجرد كيمياء وخلاص. وهنا بقى بنتكلم عن رابط اسمه الذاكره الشميه، وده سبب انك ممكن تشم ريحه معينه وبسبب الريحه دي تعمل فلاش باك لموقف حصل لك من 10 سنين ولا حاجه. والعلم بيقول كل ما الكتاب قدم كل ما ريحته بقت احسن. بس نصيحه من اخوك، ما تقولش لحد انك بتشم كتب. سلام.